يا رب يا رب، قد لا أعرف كيف أدعو ولكنك تعرف ما في قلبي. يا رب يا رب، أعني على نفسي، أعني كي لا أخضع لضعفي وأن لا يتحكم. هنعمل النهاردة أحلى دونت ميني كده، شكله صغير وبسيط وبدون عجن وبدون تخمير وبدون أي وقفة في المطبخ. في نص ساعة هنكون عاملين أحلى دونت وبناكله كمان. جبت 2 بيضة، حطيت عليها فانيليا وحطيت عليها كوباية إلا ربع من السكر الناعم. ياريت السكر يكون حبيباته ناعمة كده وفاتحة، بلاش السكر الخشن أو الغامق. وهبتدي ان انا اضربه لغاية ما الاقي ان القوام بيجي لونه فاتح وبيجي لونه ابيض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. حطيت برضو زيه كوباية الا ربع من الزيت. وياريت انتي وبتحطي الزيت بلاش تحطيه كده مرة واحدة وبتحطيه كده في نص البولة، هتلاقي اني هبط معاكي البيض. بحط زيهم كوباية الا ربع من اللبن. ببتدي ان انا اضرب في كل مرة انا بنزل بيها باي حاجة بالزيت باللبن، لازم اضرب. وبعد كده حطيت كوبايتين من الدقيق، انا نخلاهم كويس. ابتدي ان انا انخله وبعدين هحط معاهم رشة من الملح، وهحط كمان باكت من البيكنج باودر. هرجع كده واضربه. وكمان حطيت معلقة كبيرة من النشا عشان يديني كده كرمشة ويبقى شكله كده وطعمه لذيذ. ما تخافوش، النشا مش هينشفه خالص، دي هي معلقة واحدة هيبقى طعمه خطير. هبدأ كده ان انا اضرب كويس لغاية ما الاقي ان كل المكونات اختلطت مع بعض. هنزل بيها بقى بأي، لو عايزة تحطيه في كيس من اكياس الحلواني مفيش مشكلة، عايزة تحطيه في كيس تلاجة وتقطعي كده حتة صغيرة وتبتدي تحطي فيها مفيش اي مشكلة. او لو عندك الكبات دي او الجزايز دي هتبقى خطيرة. جبت بقى الجهاز بتاع الوافل، بيبقى فيه كذا حاجة، يعني بيجي معاه الوافل وبيجي معاه الدونت وبيجي معاه كذا شكل كمان. قطع كده، حرفيا الجهاز ده سهل علينا وقفة كتير، عجين وتخمير وابتدي ان انا احطه كده بالشكل ده وهسيبه. هو كل اللي بيبقى طبعا الجهاز لازم بنبقى مسخنينه من قبلها، بكون مشغلاه وبسيباه يسخن لمدة دقيقتين 3 كده، وبعد كده بنزل عليه بالخليط. وبعد كده على طول ببتدي ان انا اسيبها لمدة دقيقة، هي مش بتاخد وقت كتير. بلاقي ان ابتدى البخار من الجوانب ابتدى ان هو يطلع كده، اتأكدت ان هو كده تمام استوى. سيبه بقى كده لحد ما اللون يبقى احمر، بيستوي في اقل من الدقيقة كمان، وطري وهش. ياريت بقى انتي وبتدهنيه ياريت تدهنيه زبدة مش زيت. الزيت هتلاقي ان فيه كده بقايا من العجين لسه موجودة، ابتدت ان هي تنشف، فهتضطري ان انتي كل مرة تعجني تحطي تدهنيها. ده زائد ان كل مرة هتلاقي ان فيه البقايا دي موجودة ابتدت تنشف، وبيطلع ان هي بيخليها برضو ناشفة من بره. لكن انتي عايزاها، لو عايزاها طرية من بره ومن جوه، حطي الزبدة وحطيها مرة واحدة، يعني ما تحطيش في كل مرة. انا حطيت اول مرتين وبعد كده ما حطيتش تاني خالص في كل مرة. وطلعت معايا كمية، يعني تقريبا طلعت معايا حوالي اكتر من 30 قطعة من كوبايتين بس. انتوا متخيلين؟ فرحي ولادك وانتي كمان افرحي. حاجة صغنونة كده بتاخد قطمتين بيبقى طعمها لذيذ خالص. ببتدي ان انا اشكلها، زي طلعت بقى بشرت شوكولاتة وسيحتها على حمام بخار، شوكولاتة بني او شوكولاتة بيضة المتوفر عندك. ببتدي ان انا ازينها كده
ولو عايزة تزينيها بس بالشوكولاتة تمام، عايزة تحطي لها فورماسيل، عايزة تحطي لها تبشري من فوقها شوكولاتة، اللي عايزاه اعملي يا ست الكل. يلا قومي كده وتنشطي واعمليه لأولادك، وفرحي أولادك وفرحي كل أهل بيتك. ويا ريت لو الفيديو عجبكم وشفتوا الفيديو لغاية هنا، يا ريت تعملي لي لايك وكومنت حلو ودعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.